السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ اهلا بيكم في قناه يوميات سناء. انا اسمي سناء، لاول مره يشوف قناتي اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس وصلوا على النبي في الكومنتات وزيدوا النبي صلاه. النهارده حبيت اشارككم فطار من فطارنا اليومي يا جماعه. حبيت ان انا اوريكم ازاي بعمل فطار يوميا، يعني دي حاجه يوميا. اللي الصبح بدري اللي يشرب شاي يشرب، لكن بعد كده على الساعه 9 10 بنعمل فطار. انا قلت هجيب بتنجانتين، ماشي، وهقطعهم معاكم وهجليهم في زيت، وهعمل يعني فطار الشعب المصري اللي كل البيوت بتعمله في مصر. ماشي. هو بيزيد عن كده، بيجي اكتر من كده، فاهمين؟ بس إيه انا عامله يعني حاجات معينه، يعني مش عامله كتير. هو بيبقى فول وطعميه وفلق، يعني فول وطعميه وبتنجان وفلفل وسلطه وجبنه قديمه وجبنه خضراء. بس انا لا، حبيت ان انا يعني على قد ما النفس جابلة أو حاجة بسيطة، يعني فطار يومي لينا بإذن الله. الحمد لله يعني، برضو الحمد لله على كل حال. حاجة واحدة يعني أحسن من ما فيش، فاهمين؟ حاجة واحدة أحسن من ما فيش، ودايما الإنسان يحمد ربنا ويشكر فضله على جل شيء. أنا هنا بصوا جليت، بدأت أجلي، حطيت الطاسة زي ما قلت لكم، قطعت البتنجان وبدأت أجلي، وجبت حاولت أعمل حبة سلطة. فجبت بصلة حمراء أو بصلة صفراء، أي نوع بصل عندك متوفر اعمليه. البصل خلي بالكم لما يكون في طبق السلطة كده من نزلات البرد، وبصل بصل مع ليمون حاجة حلوة خالص. يعني أنا هخرط بصلة، وجبت شوية خضرة يا جماعة، وجرني فلفل حامي صغير، وخيارايه وطماطميتين أو طماطميتين عشان محدش يتريق عليه في التعليقات. ماشي. فأنا قلت هعمل طبق سلطة، وقلت هجيب قطعة جبنة خضرة. اديني هنا عمالة اقطع في الخيار. ماشي. قطعت الخضرة وقطعت ال الخضرة، وقطعت طماطماية، وقطعت البصلة من تحت. ففاضل لي ايه؟ الطماطماية الأخيرة دي. ماشي. هجيبها واقطعها معاكم. صلوا على النبي في الكومنتات وزيدوا النبي صلاة. بذكر الحبيب قلبك يطيب، بذكر الحبيب قلبك يطيب. يا جماعة يعني الإنسان كده لما يكون الحال متضايق معاه يقول يا رب، يا رب ارزقني، يا رب كرمني، يا رب سهل لي الأمور، يا رب، يا رب ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. والله والله أنا دايما بقول يا رب ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. والله ما يعني بتفرق في لمح البصر، بتفرق سبحان ما بغير حال. يعني في وقت يبقى مش معايا جنيه وابقى محتارة وزعلانة، وتاني يوم تلاقيها فرقت، في نفس اليوم تلاقيها فرقت. ادعوا، ادعوا، وقال ادعوني استجب لكم. فانا هنا خلاص جربت اخلص السلطة. ماشي. هنا انا كده خلصت السلطة يا جماعة، وهبدأ بصوا هدايرهم في طبق تاني عشان البصل يتخلط ويتخلطوا ببعض. ماشي. هما حبة كتار، انا هقسمهم نصين عشان اللي في المدرسة، ولادي في المدرسة لما يجوا ياكلوا. وهعمل طبق، انا طبق فطار وطبق اخليه للاولاد. هقسمه بصوا نصين، نص لينا ونص للولاد. بس احط حبة ملح بكمون، واحط يا جماعة هجيب ليمونة اعصرها على الناحيتين. ماشي. بصوا اهو، كل ناحية نص ليمونة على حبة ملح بكمون، هتبقى الدنيا اتظبطت، يبقى طعمهم جميل. شايفين؟ انا هنا فاضل لي البتنجانات دول، فضل الطاسه، وكده خلصت طبق البتنجان والسلطه شلتها. رشيت على البتنجان حبه ملح بكمون، وادي قطعه جبنه خضراء. والطبق ده هفضي فيه طعميه، جوزي كان جايب طعميه، بصوا افضي فيه طعميه. ماشي. بصوا حصل مشكله عندي في الفيديو، عشان كده اللقطه دي اتكررت كذا مره. فايه ما تتخضوش تقولوا الطعميه بتحطها وبتشيل لوحه، لا، حصلت كذا حاجه في يعني لخبطه في الفيديو معايا، فانا حبيت اظبطه فحصل لخبطه معايا. انا هخلص البتنجان
وهحط الفطار. وده يعني حاجة بسيطة من الفطار اليومي بتاع مصر. للناس اللي بتتابعني من مصر أكيد عارفة فطارنا اليومي، أكيد طعمية وفول، أكيد طعمية وفول. بس أنا الفول عندي في الفريزر، أنا بعمله في البيت وعاملة لكم فيديو تشوفوا الطريقة ازاي. شوفوه. دي ليمون مخلل، كنت حاطاه في التلاجة من امبارح. وده عيش، بصوا العيش احنا بننشفه شوية، يعني بنحمصه كده حبة، بيخلي لونه أحمر عشان يبقى مجرجش كده وجميل. وفي نفس الوقت برضه بخلي كده، يعني يا دوب ما بخليش أحمر كله، بخلي الأطفال، العيال الصغيرين، عشان ما بيقدروش ياكلوا الناشف ده. فهنا بصوا، ادي اخر حاجة، ده اخر حاجة للصينية، طبق السلطة ماشي، والليمونات والفلفل والبتنجان والطعمية والجبنة والعيش. والعيش يا جماعة، في ناس زي ما قلت لكم بتحط فول، وفي ناس بتكسر بيض، بتعمل بيض بسمن، وفي ناس بتجيب لانشون وجبنة، وفي ناس بتفطر طبيخ عشان محدش يتريق بس، فاهمين؟ وفي ناس بتفطر فول نابت ماشي. يعني كل واحد على حسب ما هو حابب، على حسب ما هو متعود، على حسب المتوفر عنده برضه، لأن محدش يعلم بظروف حد غير كل إنسان هو اللي بيعلم بحاله. يعني كل شخص أدرى بنفسه، باللي في جيبه واللي في بيته واللي في تلاجته. بص والله العظيم يعني ما ضاقت إلا وفرجت. يعني أقول يا رب، يا رب ارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. أنا عاملة الفيديو ده البسيط بحيث إن أنا أتكلم معاكم إن إحنا نقرب من ربنا شوية، مش حبايبي. وكنت برضه أشارككم فطار من فطارنا اليومي. يعني ده الأكل ده يعني حلو مفيد شوية، أحسن من الحاجات التانية، أحسن من الإندومي، أحسن من الحاجات اللي الناس بتجيبها. أغلب الأمراض انتشرت دلوقتي وكله بيقول بسبب الإندومي. عارفين يعني بسبب الإندومي؟ الفيروسات، الأمراض اللي انتشرت كله بيقول بسبب الإندومي. يعني الطفل لما ياكل طبق إندومي ولا ياكل كيس إندومي وبطنه توجعه، حاجة تحصل له، يقول أهو عشان كلت الإندومي. وبرضه الاندومي يا جماعة احنا بنشوف فيديوهات كتير على اليوتيوب انه بيتعمل من حاجات وحشة، والله اعلم برضه. ان بعد الظن اسم، عارفين يعني إيه ان بعد الظن اسم؟ فانا فضلا وليس امرا، وبطلب منكم حبايبي اشتركوا في قناتي عشان تكبر شوية وتكبر بيكم، وفعلوا زر الجرس لكم كل الفيديوهات، وتسيروا لايك واكتبوا لي كومنت جميل زيكم. كل واحد يكتب لي بيتابعني من بلدي، واللي عايز أكلة معينة يا جماعة حابب يطلبها يقول لي يا سناء اعملي، نعمل الأكلة دي، وأنا والله العظيم لا أعملها ماشي. اللي يطلب أكل معين أنا هعمله. يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.